الخوف هو برنامج جوانا بيمنعنا ان احنا نقرب من اي خطر. وبالنسبة لعقلنا الخطر هو اي حاجة ممكن تؤدي الى ألم. بالنسبة لبعض الناس الاخرين، الناس التانية تعتبر خطر لان هم ممكن يسببوا ألم كبير جدا. ناس تانية بالنسبة لها الخطر الحقيقي في الوحدة، لان انا لو قعدت لوحدي في شوية مشاعر ممكن تطلع هتسبب لي ألم، فبالتالي انا هخاف من ان انا اقعد لوحدي. لما عقلنا الباطن يحدد بشكل لا واعي ان في خطر معين، ده بيخلي جسمنا يطلع هرمون اسمه ادرينالين. اكيد انت سمعت عنه، اللي هو الادرينالين. الهرمون ده هو هرمون الخوف، لانه بيحفز الجسم ان هو يطلع استجابة اسمها استجابة القتال او الهروب، اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. انصحك جدا انك تتفرج عليه، عشان في الفيديو ده اتكلمت عن استجابة القتال او الهروب بالتفصيل. ولكن باختصار، الهرمون ده اللي هو الادرينالين ده بيطلع كل الطاقة اللي هي المفروض متخزنة لأوقات الطوارئ، فبيعلي كل حاجة على الآخر، التركيز على الآخر، الانتباه على الآخر، كل حاجة بتبقى في جسمك عالية على الآخر. علشان كده في بعض المستشفيات لو حد مثلا قلبه وقف أثناء عملية أو حاجة، من بعض الخيارات اللي هم ممكن يعملوها ان هم يديله جرعة ادرينالين، عشان بما ان الادرينالين بيعلي كل حاجة على الاخر، فممكن يعلي برضو القلب على الاخر فيشغله تاني. هل الخوف بقى ده حاجة وحشة لازم كلنا نتخلص منها او نبعد عنها او نهرب منها، ولا حاجة جميلة بتفيدنا في حياتنا؟ لو رجعنا للثقافة المصرية أو العربية هنلاقي إن في أفكار متناقضة بخصوص الموضوع ده. يعني في وجهة نظر بتنصح بشدة إن إحنا نخاف عشان الخوف مفيد، ووجهة نظر تانية مقابلة بتنصح إن إحنا ما نخافش لأن اللي بيخاف من حاجة بتحصل له. فيبقى السؤال، انا اخاف ولا ما اخافش؟ مين فيهم صح؟ في رأيي أنا الاتنين صح. ليه؟ لأن الرأيين دول كل واحد فيهم بيبص للخوف من زاوية مختلفة. اللي بيقولوا إن الخوف ده حاجة كويسة، واللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه، ومن خاف سلم والكلام ده بيبص للموضوع من الناحية البيولوجية. وجهة النظر دي بتبص للخوف على إنه مهم جدا، عشان هو بيحفزك إنك تبعد عن الخطر اللي هو بيسبب لك ألم زي ما قلنا، أو تبعد عن أي حاجة ممكن إن هي تموتك. يعني زيك زي اي حيوان. مش بشتمك يا صديقي والله، هو الانسان عبارة عن حيوان بس عقله ذكي شوية. اما وجهة النظر التانية اللي هي بتاعت اللي يخاف من العفريت يطلع له، او اللي يخاف من حاجة بتحصل له، فهي بتبص للخوف من الناحية العقلية او النفسية. لان احنا لو ركزنا على اللي احنا بنخاف منه، فبالتالي هنركز بس على الوحش او الغير مرغوب فيه، وده هيخلي من المستحيل ان احنا نحس بسعادة في اللحظة اللي احنا فيها حاليا، وهيخلي برضو ان مزيد من الاحداث المخيفة بالنسبة لنا او الغير مرغوب فيها انها تيجي في حياتنا بكثرة. فانا شايف ان الاتنين صح على حسب انت بتبص للخوف منين. وفي رأيي ان الخوف عبارة عن مضاد حيوي. طبعا محدش يقدر ينكر دور المضاد الحيوي في زيادة الصحة في العالم وفايدته، بس في نفس الوقت لازم نكون حريصين جدا في التعامل معاه، لان جرعة صغيرة جدا 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 زيادة يبقى خطر ومضر لينا، وجرعة اقل برضو يبقى برضو خطر وملوش فايدة. فقط الجرعة المناسبة بالظبط بالملي هي المفيدة او الصحية. كذلك الخوف. طيب هنا بقى نيجي للسؤال الاهم، هو الانسان بيخاف من ايه، او ايه اكتر حاجة بيخاف منها الانسان؟ انا عارف ان انت هتقول لي الانسان بيخاف من حاجات كتير جدا، ولكن انا قصدي ان ايه الاساس، ايه المنبع بتاع الخوف. في عالم محترم جدا عمل حركة صايعة جدا اسمه كارل ألبريكت، مؤلف كتاب Practical Intelligence. العالم ده عمل ايه؟ الراجل ده بيقول لنا ان في 5 مصادر للمخاوف اللي بيحس بيها الانسان. 5 مخاوف اساسية هي اللي بينبع منها او بيتفرع منها اي احساس وحش احنا بنحسه، وكل المخاوف التانية اللي انت ممكن تكون بتحس بيها. والحقيقة مش هو بس اللي بيقول كده، لا، ده اي حد اتكلم في الموضوع ده اللي هو موضوع الخوف، او اي كتاب اتكتب هتلاقيه بيروح برضو للاساس ده، ال5 مخاوف الاساسية دول، سواء من الناحية الروحانية
أو من ناحية العصبية. كل الناس في العالم في العصور المختلفة حسب دراستي أنا طبعا وحسب اللي أنا قريته برضو بيرجع للمصادر دي للخوف. فتعالى يلا أنا وإنت نستكشفها ونشوفها، جايز لو شفنا المصادر دي اللي بينبع منها كل الحاجات اللي احنا ممكن نخاف منها جايز نقدر نعالجها. كارل ألبريخت بيقسم لنا المخاوف دي على شكل هرم وبيرتبهم من أكتر المخاوف البدائية جدا، يعني اللي عند الحيوانات كلها، اللي عند كل الكائنات الحية، إلى المخاوف أو الخوف اللي بيتميز به البشر فقط. فتعالى يلا بينا نبدأ مع أول مصدر بدائي للخوف، وهو الخوف من الموت. ده أكتر خوف بدائي يعني عند كل الكائنات الحية. ولو انت عايز تختبر الخوف ده بشكل مباشر ممكن تطلع عند أي سطح وتطلع رجل من رجليك الاتنين بره، هتحس بالخوف ده اللي هو الخوف من الموت أو الفناء أو التوقف عن الوجود. تاني مصدر للخوف واللي هو برضو بدائي جدا وتقريبا عند كل الحيوانات، يا رب أكون عرفت أترجمه صح، هو يعني من الآخر كده الخوف من إفساد أي جزء في جسمك. لو تفتكر زمان كان في حركة شائعة ان انت مثلا حد جاي عامل لك كده تروح انت خايف على طول. ايه اللي خلى جسمك يخاف كده؟ لان هو شاف الحركة دي، انت عارف ان صاحبك ده مش هيأذيك مش هيعمل لك حاجة، بس جسمك بتبرمج انه يخاف من اي حاجة ممكن ان هي تعورك او تبوظ حاجة في جسمك. الخوف من الحيوانات او من بعض الحشرات بينبع من المصدر الاساسي للخوف ده. ثالث مصدر اساسي من مصادر الخوف هو الخوف من فقدان الحرية، وده بيتجسد بشكل مادي عند الكلاستروفوبيا مثلا، اللي هو الخوف من الأماكن المغلقة أو الخوف من الزحمة. في ناس عندها الفوبيا دي. وبشكل معنوي برضو عند البشر، يعني من جواك في ناس مفروض إنك بتخاف من إن الدنيا تزنق عليك أو إن حاجة تكون بتتحكم فيك، سواء شخص أو الظروف بتاعة الحياة. علشان كده السجن هو عقاب مؤلم جدا بالنسبة للبشر. نطلع بقى عند المصدرين اللي هم خاصين شوية بالبشر، وهو الخوف من الرفض. الخوف انك تكون مش كويس كفاية او غير مرغوب فيك. وفي القناة هنا انا عملت فيديو مخصوص بتكلم فيه بس بالتفصيل عن الخوف من الرفض الاجتماعي، برشحه لك جدا، ياريت تتفرج عليه بعد ما تخلص الفيديو ده لو انت حابب طبعا تتعمق اكتر في الموضوع. هتلاقي معظم الناس بتخاف ان هي تتكلم قدام الجمهور، او عندك مشكلة اسمها مشكلة التحدث امام الجمهور. تقريبا 90% من الناس بتعاني من المشكلة دي، لان هم فاكرين ان دي حاجة غلط، بس دي حاجة مش غلط. هو البشر بيخافوا ان حد يحكم عليهم او حد يتريق عليهم، دي طبيعة فينا، بس طبعا ممكن تعالجها او ممكن تسيبها. لو عايز تحس فعلا بالخوف ده وتختبره بشكل مباشر، افتح كاميرا تليفونك دلوقتي وصور فيديو ونزله مثلا على الفيسبوك او على يوتيوب. انت عارف ان مفيش مشكلة وان مش مهم ان حد مثلا يتريق عليك او ان انت مثلا واثق في نفسك وكل الكلام ده، بس كل ده مش هيمنع انك تحس بخوف، هتختبر الموضوع بشكل مباشر. اخر مصدر من المصادر الاساسية للخوف هو حاجة اسمها الايجو داث او موت الانا، وده في اعتقادي خاص فقط بالبشر. الايجو او الانا هو الاحساس بالهوية او الاحساس بالذات، يعني انا هو والعالم اهو، هو ده الانا او هو ده الايجو. انا في مواجهة الكون، ايا كانت الحاجة اللي انت بتحط فيها هويتك او صورتك الذاتية، اي حاجة بتيجي بعد كلمة انا، سواء مثلا انا او انا ضحية وهكذا. اي حاجة بتحط فيها هويتك او صورتك الذاتية بتبقى دي الانا بتاعتك. واي حاجة بتهدد او ممكن تهدد الصورة الذاتية دي عن نفسك او هويتك دي، سواء مثلا انا مثالية او انا واحد الدنيا جاية عليه او انا ضحية، ايا كانت انت بتعتبر هويتك عبارة عن ايه. اي حاجة بقى ممكن تهدد الانا دي هتخاف منها.
اي انتقاد بيعتبر تهديد للايجو بتاعك او للانا بتاعتك. اي كلمة، اي نظرة، او حتى اي فكرة من دماغك انت، كل ده ممكن يهدد الانا بتاعتك او صورتك الذاتية. فبالتالي على طول بشكل مباشر هتحس انك غضبان وهتعاني، هتتألم جامد. ليه؟ لان في حاجة بتهدد الانا بتاعتي. انا ممكن اموت، عقلك بيفكر كده. من الخمس مصادر الاساسية للخوف دول بيتفرع تقريبا معظم او كل المشاعر السلبية اللي انت ممكن تكون بتحس بيها. والشعور ده، الشعور السلبي ده او الخوف ده، ممكن يكون مصدر واحد من الخوف من المصادر الخمسة اللي احنا اتكلمنا عليها، او يكون ميكس ما بين اتنين. على سبيل المثال تعالى نبص على الغضب. لو تعمقنا اكتر في الغضب هنلاقي ان مصدره الاساسي هو الخوف. مفيش حد بيغضب من غير ما يكون خايف من حاجة، من غير ما يكون فيه مصدر أساسي للخوف شغال جواه. الغضب هو خوف، وكل ما كنت انت غضبان أكتر كل ما كنت مرعوب أكتر، حتى لو انت مش عارف ده أو مش واعي لده. فاكر المصدر الخامس من مصادر الخوف اللي اتكلمنا عليهم اللي هو الإيجو ده أو موت الأنا؟ لما حد مثلا بينتقدك، ايه اللي بيخليك تغضب غصب عنك؟ انك خايف ان الصورة الذاتية بتاعتك او الانا بتاعتك تتهدد او تتأذي او تموت. فبالتالي طاقة الخوف دي بتتحول تبقى طاقة غضب، فتبقى انت بقى تتحول تبقى دفاعي علشان تهاجم الشخص اللي بينتقدك ده. بس احنا بنسمي الطاقة دي طاقة غضب، بس هي في الاساس زي ما قلت لك عبارة عن ايه؟ عبارة عن خوف ان صورتك الذاتية دي يحصل لها حاجة. كالعادة زي ما بقول في كل فيديو، لما بنشوف البرامج الغير واعية دي، لما بنبص على مخاوفنا اللي في أعماق عقلنا الباطن، بنحولها وبنخليها بدل ما هي كانت غير واعية، يعني احنا مش شايفينها أو غير واعيين بيها، بنخليها واعية. فبالتالي كل البرامج الغير واعية اللي احنا اتكلمنا عليها دي وكل المخاوف اللي محفورة جوانا، أول لما نشوفها ونشوف أساسها وسببها بتبدأ إن هي تتحلل وتخف. لكن لو رفضناها أو قاومناها أو هربنا منها ورحنا نشغل نفسنا بأي حاجة تانية، مش هنستفيد أي حاجة وهتفضل المخاوف دي موجودة جوانا. انتبه لمخاوفك واعرف سببها ايه، ومجرد بس المعرفة أو الانتباه ده هو بيقوم بالواجب وبيعالج كل حاجة. أنا نادر رجب وهشوفك في الفيديو اللي جاي، وسلام.